بسكوت الكوكيز زي محلات الحلواني بالظبط. طعمه تحفة. هتعمليه تدي لولادك اللانش بوكس. تشربيه مع كوباية قهوة الصبح. آه ساعة المغربية كده مع كوباية نسكافيه. بصي بجد تحفة جدا. شايفة مقرمش كده وتحسي كده بيدوب في البق حاجة كده يعني من الاخر. وكمان انا عاملاه بالشوكولاته الابيض. هقولك سر التسوية، هقولك كمان المقادير بالكوباية والجرام، وهقولك كمان هتسوي على درجة حرارة كام، هقولك كمان كل التفاصيل بتاعة الكوكيز علشان يطلع معاكي ناجح ان شاء الله. تابعي معايا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا هنا ربع كيلو دقيق 250 جرام، يعني معايا كوبايتين وربع دقيق. تمام. معايا ربع كيلو دقيق اللي هو 250 جرام، بما يعادل كوبايتين وربع دقيق من الكوباية الشاي العادية، مج الشاي العادي. حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر وربع معلقه بيكنج صودا. تمام. تمام. طبعا ممسوحين، مش عايزاهم مليانين قوي. ما عندكيش بيكنج صودا هنقول برضو كمان على البدايل في قلب الفيديو. البديل للبيكنج صودا هنحط ايه بدلها؟ بيكنج باودر، تبقى معلقه الا ربع. هنا معايا كوبايه الا ربع سمنه، او كوبايه الا ربع زبده، او كوبايه الا ربع زيت. يبقى دي البدايل. تمام. انا هنا حاطه سمنه، انت ممكن تحطي زيت، ممكن تحطي زبده. 100 كوبايه الا ربع بما يعادل 150 جرام، 150 ملي او 150 جرام. تمام. حطيت كمان نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر حبيبات مش ناعم. حطيت نص كوبايه سكر حبيبات، وهخلط المقادير كلها مع بعضها. لحد كده ما يبقى القوام كريمي قوي معاكي. وبعد كده هنحط عليه البيضتين. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. تمام. بيضتين بدرجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ، يعني انتي مطلعاهم من التلاجة قبلها بساعتين علشان ما ينفعش تحطيهم ساقعين. وبعد كده هنحط عليهم نقطتين فانيليا سايلة، او هنحط كيس فانيليا من اللي هي البودر. تمام. اللي يريحك، اللي عندك او المتوفر عندك. يبقى هنقول المقادير تاني. المقادير ربع كيلو دقيق اللي هو ما يعادل كوبايتين وربع بالمج الشاي العادي، نص كوباية سكر، معايا كمان كوباية الا ربع سمنة، او كوباية الا ربع زيت، او كوباية الا ربع زبدة، بما يعادل 150 جرام. تمام. حطيت كمان بيضتين ورشة فانيليا، وكل المكونات دي قلبتها مع بعضها لغاية ما يبقى القوام كريمي خالص. وبقية المكونات والمقادير هنقولها واحنا شغالين. طبعا انت تقدري تعملي الخطوه دي في الخلاط، انك تحطي السكر والسمنه والبيض مع بعض وتضربيهم كويس قوي بنفس الخطوات كده. او تعملي زي ما انا عملت كده بالمضرب ايه السلك. انا عملت لك بالمضرب السلك علشان يعني ايه ما يبقاش فيه حد يقول ان هو عايز امكانيات او خلاط او ما عنديش مضرب كهرباء. لا، احنا عملنا عادي. احنا حطينا الدقيق وسيبنا شويه دقيق، ما حطيناهمش. الربع كوبايه سبتها على جنب ما حطيتهاش. انا حطيت هنا كوبايتين فقط لا غير. وطبعا البسكوت بنقلبه بس، يعني احنا مش بسكوت مش بنعجنه. خلاص احنا هنقلب بس كده ونخلط المكونات كلها مع بعضها. تمام. هتلاقي العجينه ملزقه معاكي كده لسه عايزه دقيق. في المرحله دي احنا مش هنحط دقيق. لو انتي هتعملي ابيض بس او فانيليا بس يبقى ممكن تحطي الدقيق اللي فاضل. وطبعا مش هنحط ربع كوبايه كلها، هنحط برضو نصهم. وبعد كده نشوف كده القوام العجينه. لو لقيناها عايزه دقيق كمان نحط لها كمان. احنا مش عايزينها تلزق، احنا عايزينها طريه بس مش بتلزق. تمام. تمام. انا هنا بقى في المرحله دي هقسم العجينه. مش هقسمها بالظبط بالنص، لا، انا هاخد كميه الشوكولاته اكتر من كميه الفانيليا. تمام. انا عايزه الشوكولاته اكتر من الفانيليا. بس كده انا كده ايه قسمتها. تمام. هحط بقى في المرحله دي ايه معلقه كاكاو كبيره. هحط معلقه كاكاو كبيره. تمام. وهقلب بقى المكون مع بعضه. بس برضو هنقلب، بس هنخلط يعني مش هنعجن. بس كده هتلاقي القوام بتاعها بقى حلو جدا ومظبوط. طيب لو انت زي ما قلت لك هتعملي فانيليا بس، يبقى هتحطي ايه ربع كوبايه الدقيق اللي فاضله. هنحط معلقتين دقيق، ولو لقينا عايزه تاني نبقى نحط مثلا ايه شويه كمان.
بس كده انا بصي بقى، انا كده هنا هوريها لك اللي هي كده ايه، طريه بس مش بتلزق. بصي بس هي كده قوامها تمام. هناخد بقى التانية، هنحط عليها معلقه دقيق كبيره برضو، وهنقلبها كويس، بس مش ايه، مش مليانه قوي. معلقه دقيق بس مش مليانه قوي. انتي هتحسيها كده ان هي ايه وانتي بتعمليها، ان هي معاكي طريه مش بتلزق. يبقى هي كده قوام العجينه بتاعتك مظبوطه، العجينه بتاعتك مظبوطه جدا. طب لو انا عملت بقى العجينه وطلعت معايا بتشقق، الدقيق طلع معايا زياده شويه، الماده السوائل، الدقيق طلع بيشرب السوائل، يبقى انا هحط معلقتين حليب، معلقه بعد معلقه، هحط معلقه واشوف واقلب واشوف، ما احطش المعلقتين مع بعض. وبعد كده ارجع تاني احط معلقه تانية لو لقيت لسه العجينه بتشقق. لازم وانتي بتكوريها كده تلاقيها ما تشققش، عشان الكوكيز يطلع معاكي مظبوط. بس كده هي العجينه كده برضو مظبوطه. عندك بقى شوكولات شيبس زي دي كده، هنحط ايه، معلقتين كده كبار في قلب العجينه. طب انا ما عنديش شوكولات شيبس وعندي ايه، شوكولات من الشوكولاته من العاديه، هقطعها قطع كده واحط جوه العجينه، او ممكن ما تحطيش جوه العجينه، يعني الخطوه دي اختياريه. ممكن ما تحطيش جوه العجينه وتخلي اللي هي تحطيه بره العجينه وبس. تمام. الافضل بقى يعني ما تعمليش زي ما انا عملت كده، وان انت ايه تكوريها وبعدين تبططيها شويه وبعدين تحطي عليها الشوكليت. لا، كوريها وحطي الشوكليت على طول، علشان هي بعد كده هتفرش معاكي شويه في الفرن. تمام. انا فرشت معايا شويه ايه في الفرن علشان انا بططتها. لا انت ما تعمليش كده، انت كوريها بس وحطي لها الشوكليت وخلاص. ممكن تحطي شوكليت شيبسي زي ده، او تحطي قطع شوكولاته زي ما انت عايزه وزي ما متوفر عندك. بس شايفه بقى كده، وهتحطيهم بعض عن بعض، هتدهني الصينيه ماده دهنيه. تمام. وانتي بتشكلي هتشغلي الفرن على درجه حراره 170. لو انتي عندك الفرن كهرباء هيبقى تشغلي فوق وتحت. لو عندك الفرن فرن البوتاجاز العادي يبقى هتشغلي تحت بس. واول لما الكوكيز يستوي او ياخد لون من تحت كده ذهبي يعني سنه، يبقى هتشغلي من فوق. هو بياخد تسوية 10 دقايق بس في الفرن، 10 دقايق بس. هتلاقيه طري بعد ال10 دقايق، هتلاقيه طري. ما تخافيش، طلعيه وهو طري، وهو بعد كده هيمسك نفسه وهيبقى كويس. لكن اوعي تسيبيه لغايه اما ينشف في جوه الفرن، هينشف معاكي وهيبقى ايه، ناشف كده ومجلد. لازم تطلعيه بعد 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط، احسبي كده بالثانيه. 10 دقايق وطلعيه من الفرن، هتلاقيه طري شويه، سيبيه مفيش مشكله. هو بس كده سيبيه في الصينيه وهو هيبقى هيمسك نفسه وهيبقى تمام. بس كده بقى احنا هنعمل الكميه كلها. هنا بقى بوريكي الفانيليا، انا حطيت لهم برضو شويه شوكليت. تمام. انتي طبعا لو ما عندكيش زي ما قلت لك هتحطي قطع شوكولاته، ممكن ما تحطيش من جوه وتكتفي بس باللي انت هتحطيه من بره الكوكيز. قطعه الكوكيز دي حوالي 18 جرام 17 جرام، يعني حسب بقى ايه ما انت عايزه تكبري عن كده، عايزه تصغري عن كده براحتك. اديكي انت شفتيه وهو طالع كان شكله عامل ازاي. بس كده هنا بعد ما استوى قعدته 10 دقايق بس في الفرن. 10 دقايق بس يا جماعه في الفرن، ما تخلوش ياخد برضو ايه لون معاكي جامد. شايفين شكله وطعمه تحفه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفات جديده. الى اللقاء.